والله العظيم من أصعب ما قرأت في مسألة تضييع الصلاة. ربنا بيقول في سورة مريم: وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ابن عباس بيقول غي هو واد في جهنم، وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حره. يعني جهنم نفسها بقى الأودية اللي هي حر موت نار، هي اللي بتستعيذ بالله من حر الوادي اللي اسمه غي ده، اللي ربنا هيعذب فيه مضيعين الصلاة ومتبعي الشهوات. بس يعني طب أنا ضيعت قبل كده، في أمل؟ الآية على طول ربنا يلحقنا عشان ما نقنطش. يقول إيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. 3 حاجات تعملهم بسرعة: إلا من تاب تتوب، وآمن، وعمل صالحا. ده لو عايز تنجو بنفسك. اللهم لا تجعلنا منهم، ويا رب يا رب اللهم إنا نستعيذك من حر جهنم ومن الوادي اللي اسمه غي ده. وكل من قال آمين.